يا صباح الفل، يا صباح السعادة، يا صباح التفاؤل والحب والجمال وكل حاجة حلوة في الدنيا. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حبيت أصبح عليكم من خلال الفيديو ده، ونقضي كده وقت مع بعض قبل ما نشتغل في الأكلة بتاعتنا، يبقى عملية تغيير وعملية إن احنا نحب يومنا مع بعض كده، وإن انتوا تشوفوا يومي مع بعض. فيلا بينا نشوف إن شاء الله هنعمل إيه النهاردة، ونشوف المنظر الجميل ده. نغذي عيوننا على الجمال ده شوية، وبعدين نظبط بقى دماغنا، وعلشان نبقى مصحصحين وفايقين لبقية اليوم اللي محتاج شغل ده. تمام. طيب هنظبط دماغنا بإيه يا حلوين؟ ها قولولي انتوا. هنظبط دماغنا بأجدع فنجان قهوة. طبعا انا فترة مش فترة، المهم ان انا اظبط بفنجان القهوة الاول. بيعمل لي حاجة كده غريبة في خلايا المخ بتاعتي. بحاسة ان انا يا جماعة ايه خلاص، واخيرا زست، يعني اللي هو خلاص انا عشت من تاني، رجعت للدنيا من تاني. فهنخلص كوباية القهوة دي ونروح على الشغل الجامد بقى، ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونبتدي بقى الشقة بتاع كل ست في الدنيا، ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتنا. وطبعا احنا بنعمل كل حاجة بحب طبعا، لان احنا يعني هي الست مخلوقة عشان كده، عشان كده تخدم بيتها واولادها وجوزها. طبعا بيجيلنا وقت بنزهق يا جماعة من روتين استغفر الله العظيم اللي هو اليومي، اللي كل يوم بقوم بعمل نفس الحاجة، بس يعني الحمد لله نعمة من عند ربنا. يا رب يدينا الصحة والعافية جميعا، ونقف على رجلينا ونشتغل ونتعب. المهم ان نكون بأتم صحة وبأتم سعادة يا رب كده على الجميع ان شاء الله. نخلص بقى. انا ما بعرفش اخلص اكلة او ابتدي في اكل اصلا من البداية خالص غير لما يكون مطبخي متظبط بصراحة، يعني الحوض يكون فل كده وقشطة، والبوتاجاز عندي يكون نظيف، اظبط كل ده، وبعد كده ابتدي ان انا اخش على الاكلة بتاعتي واحس ان انا خلاص هقدم عليها يعني. فنظبط المطبخ مع بعض كده ونظبط المواعين بتاعتي. وطبعا انا بقى بتحمس اكتر لما بيبقى البريل عندي كتير كده ويراغي كتير واحس برغوة. فبحس ان انا مبسوطة كده وانا بغسل المواعين وراضية عن نفسي. فهخلص بقى المواعين دي معاكم، ونشوف برضك المطبخ بعد ما وضبناه وخلصناه، ويبقى يومنا كله نشاط كده. وقومي كده تنشطي وظبطي الدنيا كده، علشان تبقى دنيتك خلصانة. وما يبقاش وراكي حاجة من الآخر، هو نهارنا بنقضيه كده وخلاص، بقى بنيجي على آخر الليل ونرتاح. وأكيد في أيام طبعا ما بنتعبش فيها كده، بيبقى أيام بنعديها كده ما فيهاش طبخ كتير ولا شغل كتير.
يعني لازم يكون كتير وكمان بضيف في الشوربة ساعة ما باجي احط المحشي على النار. تمام. يبقى هضيف كل الطماطم عندي واحط كمان معلقتين صلصة، واسيبها على النار كده تتسبك مع نفسها لغاية ما اشوف الفرق بقى بين لما تبقى كده وبين التسبيكة لما هي تكون اتسبكت. كده خلاص هقلبها بقى مع نفسي. بصوا بقى المنظر اتسبكت ازاي، نشف بقى كل المية نشفت. قبل ما المية بتنشف حاجة بسيطة بقوم حاطة الرز على الخلطة، علشان خاطر اقلبها مع بعض على النار وتحاول ان هي تندمج وتعمل عرق مع بعض كده. دي بتبقى احلى كتير يا جماعة والله من الخلطة اللي احنا بيبقى الرز لوحده. يعني بيبقى الخلطة اوريدي اتسبكت واتظبطت وبحط لها خضرة وكل حاجة بقوم حطها على الرز لوحده. لا، انا هنا بحط الرز مع الخلطة وبقلبه على النار وبسويه شوية، مش سوا، اللي هو بقلبه على النار وهي النار شغالة. هنا الرز يا جماعة ليه كان نافش وطري جوه الممبار؟ لاني نقعاه قيمة ساعة او نص ساعة. النقيع بتاع الرز ده يا جماعة بيخليه دايب دوب جوه المحشي بتاعك وجوه الحاجة. ما بتنتظريش ان انت بقى لسه هتستني اما الرز يستوي جوه الحاجه واوريدي انتي سلقه الكرنب والحاجه عندك مستويه ومستنيه الرز هو اللي ناشف عندك. ليه؟ انا انقعه واظبطه خليه بقى زي السكر معايا وانا بقطم كده، ولا تلاقي الحبايه بتقرقش في بقك ولا تلاقي الجو ده خالص. هتلاقيها زي الفل. اهم حاجه تنقعي الرز. انا هقلب هنا وادمج كله مع بعضه. بصوا الخلطه حمرا عندي ازاي وتحفه. طبعا حطيت معلقتين صلصه زي ما قلت لكم، حطيت ربطتين كزبره وربطه شبت واحنا عملنا المحشي قبل كده مع بعض، وعملنا الخلطه دي مع بعض. وحطيت التوابل بتاعتي نعناع وشعر جوز الطيب، وحطيت قرفه وبهارات، وحطيت كمون، حبه كمون صغيرين، وحبيت الماء، حطيت الملح بتاعي طبعا، والتوابل بتاعتك اللي انت نفسك تحطيها كلها تحطيها عليها. هنقلبه كله مع بعضه بقى الخلطة. وحطيت زيت تاني بعد ما طلعت الخلطة بتاعة المحشي، حطيت عليها زيت تاني. هنا انا بقطع بقى عندي الممبار خلاص، طلعته من يعني وشطفته كويس جدا وطلعته، وبحاول ان انا اقطعه بحيث ان هو كله شريط واحد على بعضه. فانا هقطعه الطول اللي انا عايزاه. انت تقطعيه الطول اللي انت عايزاه. انا بحبه طويل شويه لانه بيكش اما بيتحط في الميه المغليه طبعا والشوربه بتاعته فبيقصر شويه. فانا بحبه طول كده معين بحيث ان انا عارفه هو بيكش قد ايه، فبيديني الطول المناسب اللي انا بحبه. هنا هقطع الممبار مع نفسي ورجعت بقى علشان احشيه معاكم. هحط صبعي الطويل اللي هو الكبير ده، الطويل ده هحطه على حرف الممبرايه، والصبع الكبير هحطه على الطرف التاني، وابقى ماسكه بالصبع الطويل ده والصبع الكبير التاني ماسكه بيه الطرف التاني، وادخل عندي الخلطه على طول في ساعتها. يبقى انا كده مش عامله اي اجهاد في اي حاجه، في ثانيه هتكوني مخلصه عندك ولا 2 كيلو ممبار، هتكوني في ثانيه مخلصاه وهتوزعي عندك بقى
والكرنب تحت الكوسة، وحطيت الكوسة فوقيها، وحطيت صلصة عندي بمرقة في الشوربة. وطلع عندي الممبار بقى، حمرته طبعا بعد ما طلع من السليق، صفيته وحمرته. بصوا التحمير عامل ازاي واللون وجماله، مش عايزة اقول لكم، والله العظيم الطعم حقيقي تحفة. فألف هنا وعافية وصحة يا رب، وأحلى لايك، أحلى لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس لأحلى ممبار وأحلى روتين وأحلى صباح وأحلى قهوة في الدنيا. و... ويا ريت بقى يا جماعة تدعموني على طول، وتخليكم يدوم التواصل على طول معايا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.